السلام عليكم، حياكم الله. اللي يبغى يستفسر عن الأرض أو يتأكد من الأرض في نمار إذا كان عليها نزع أو عليها إيقاف إصدار رخص البناء، يدخل على البوابة المكانية من جوجل، يختار أول رابط اللي هو البوابة المكانية اللي تبع أمانة منطقة الرياض. بعد ما تظهر الخريطة بهذا الشكل من الأعلى من هنا من علامة الزايد، نختار الأراضي والمخططات، بعد كذا المزيد، ثم قطاع الأراضي. هنا في الأسفل تكتب أو عفوا تختار مدينة الرياض، المخططات، رقم المخطط بحسب الأرض اللي عرضت عليك. يعني مثلا لو اخترنا 30 20 مثلا في هاء، وبعد كذا نختار هنا رقم القطعة، نكتب رقم القطعة بهذا الشكل. طيب الآن ظهرت لي القطعة هذه، طبعا الاختيار عشوائي، جاب لي الأرض. هذه هي بيانات الأرض. تنزل تحت هنا عندك حالة القطعة، هذه واضح حالة القطعة، إذا كانت بالشكل هذا يعني القطعة سليمة. الآن ندخل على مثال فيه إيقاف إصدار رخص البناء. يعني لو مثلا اخترنا هذه الأرض وحددنا عليها بالشكل هذا، طلع لي هنا حالة الأرض أو حالة القطعة إيقاف إصدار رخص البناء. إذا هذه موقوف إصدار رخص البناء، يعني في احتمال كبير أنه يتم النزع، أو هذه الخطوة الأولى قبل النزع أو الإيقاف. أيضا لو أخذنا أرض ثانية بهذا الشكل، هذه الأرض حالتها حالة القطعة نزع لصالح المؤسسة العامة لتحلية المياه. فإحنا عندنا حالات كثيرة، إما موقوفة أو نزع لصالح المؤسسة العامة لتحلية المياه، أو إيقاف إصدار رخص البناء، أو أن يكون حالة القطعة سليمة ما فيها شيء، بيكون فيها الشرطة بس. هذا للفائدة، والله يوفقك.